النهاردة هعمل معاكم طريقة عمل القهوة بكل أنواعها لأسرار أشهر الكافيهات في مصر زي ستاربكس وأون ذا ران. هعمل معاكم طريقة الآيس كوفي والكابوتشينو وكمان الموكا، جميع أنواع طرق القهوة. لو حضرتك أو حضرتك من الناس اللي بيروحوا يدفعوا فلوس كتير عشان يشربوا القهوة اللي بيحبوها في كافي معين أو في بنزينة معينة علشان بس ما بتعرفوش تعملوا زيها في البيت، الفيديو ده موجه ليكم. قنبلة القهوة في النكهة والطعم هي الأساس لجميع أنواع طرق القهوة. شايفين جمال الآيس كوفي؟ شايفين قد ايه قوامه كريمي والفوم بتاعه عالي بطريقة رهيبة. قبل ما نبدأ الفيديو، لو أول مرة تشوفوني أنا اسمي أسماء، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير علشان يوصلكم معايا كل جديد. يلا بينا نبدأ. وهنا بقى هنبدأ في إضافة المكونات. أول حاجة هنا معايا ربع كوباية من القهوة، بس أهم حاجة تكون قهوة على جودة عالية ويكون فيها نكهة انتوا بتحبوها، يعني تكون نوع كويس. وربع كوباية من السكر وربع كوباية مية. وهنا حطيتهم في البولة بالشكل ده وهبدأ أضرب فيهم بمضرب البيض، مضرب الكهرباء. طبعا انا حطيتهم في بولة مش في الكوبايات لان المضرب ممكن يكسر معايا الكوباية، فهخفقهم هنا كويس قوي في البولة وبعدين بقى هنبدأ نضيفهم في الكوبايات بالشكل ده. وهستمر في الخفق بقى فترة لحد ما القوام يبدأ معايا يتقل ويبقى كريمي. وهنا انا مازلت مستمرة في الخفق بالشكل ده لحد ما القوام ابتدى يتقل معايا ويديني القوام الكريمي الجامد ده. شايفين هو دلوقتي بينزل من المضرب كده حاجات بسيطة، انا بقى هستمر في الخفق لحد ما ينزلش معايا من المضرب خالص بالشكل ده، وهستمر في الخفق. طبعا ممكن تستخدموا المضرب اليدوي بس هياخد معاكم وقت كبير جدا. والنوع القهوة بتاعك، يعني جودة القهوة بتاعتك لو ما كانتش جودة حلوة قوي وجودة عالية قوي عمرها ما هتديك القوام الكريمي اللي انتوا شايفينه بالشكل ده. واستمريت في خفق القهوة بالشكل ده لحد ما قوامها يعني بقى معايا كريمي كريمي بجد، بقى كريمي من هنا بقى لحد السنة الجاية. وكده بقى خلاص تمام، وهبدأ بقى انزل بيه في الكوبايات بتاعتي بالشكل ده. شايفين قد ايه القوام كريمي؟ ونزلت بقى هنا بكمية القهوة الكريمي بتاعتي بالشكل ده، وهضيف لها الحليب، حليب بارد طبعا لان ده ايس كوفي بالشكل ده. ضفت لها الحليب بقى وهبتدي اقلب. عايزين تخففوها بقى، عايزين قوامها كريمي قوي زودوا لها قهوة، عايزين قوامها خفيف زودوا لها لبن. بدأت اقلبها بالشكل ده. شايفين قد ايه القوام كريمي؟ شكلها يجنن. وهضيف لها كمان لبن تاني. طبعا الكوباية دي معايا كوباية الايس كوفي. انا مش هضيف لها تلج، انا بصراحة ما بحبش الايس كوفي بالتلج، بحس كده التلج بيدوب فيه وطعمه بيدي على مية شوية. بس الناس اللي بتحب تلج ضيفوا تلج، العبوا فيها زي ما انتوا حابين. بالشكل ده قلبتها. شايفين الفوم بتاعها عالي ازاي بالشكل ده. وضفت لها كمان حبة بقى قهوة من على الوش. شايفين الفوم قد ايه عالي؟ شايفين الجمال؟ شايفين اللبن بقى كله بقى تحت والفوم كله بقى فوق بالشكل الرهيب ده. وكمان طعمها حكاية حرفيا، شكلها رهيب بقى. ولا تقولي ستاربكس ولا اون ذا ران ولا اي حاجة، هتعملوها في البيت بطريقة احترافية بالشكل ده. وهنا بقى في الكوباية التانية دي هنعمل القهوة السخنة او الكابوتشينو، هي يعني الكابوتشينو. شايفين الجمال؟ شايفين الفوم قد ايه عالي بالشكل ده. انا زودت لها الحليب السخن وقلبتها بالمعلقة على فوم القهوة وطلعت بالشكل الخرافي ده. شايفين بقى قد ايه قوامه يجنن؟ هنا في الكابوتشينو اللبن كله نزل تحت والفوم كله طلع فوق بالشكل الرهيب ده.
وتقدروا بقى تلعبوا فيها زي ما انتوا عايزين. تقدروا تضيفوا لها بقى قرفة، فانيليا، شوكليت، وتبقى معاكم موكا، يعني زي ما انتوا حابين بقى ضيفوا لها، العبوا فيها بقى براحتكم. ودلوقتي بقى هنضيف لها كده شوية قهوة للتزيين بالشكل ده، حاجات بسيطة وبقوا بالشكل الرهيب ده بقى. عشان ايه يعني التزيين ده نحس بقى ان احنا ضربنا المشوار لحد ستاربكس ورجعنا وبس كده. وهنا كانت معاكم طريقة الايس كوفي والكابوتشينو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير عشان يوصل لكم معايا كل جديد. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.